السلام عليكم، مرحبا بكم مرة جديدة معايا في القناة. كنتمنى كاملين تكونوا على خير وبخير يا ربي. اليوم ما شاء الله غادي نقترح عليكم كيكة المول العجيب اللي كتجي لذيذة بزاف، اقتصادية وكتجي سهلة في التحضير البنات، ما كتاخذش معكم بزاف ديال الوقت. بالنسبة لهاد المول كانوا دايرينه في بيم كيداز تقريبا شي 30 درهم، اللي كان داير ضجة في فيسبوك صراحة. بزاف ديال البنات اللي كانوا خداوه، وقلت علاش انا ما نجربش هاد الكيكة ونبارطاجيها معكم. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، خليكم معايا حتى الاخير وفرجه ممتعة. بالنسبة للمقادير عندي هنايا جوج ديال البيضات، عندي كاس معمر ديال الحليب، كاس معمر زيت، وكاس معمر ديال السكر سنيده. بالنسبة للدقيق عندي جوج كيسان، جوج خمارات وفانيليا. المهم الدقيق البنات دائما كيبقى على حسب الخليط. ها هو المول اللي قلت لكم صراحة زوين بزاف، والقياس ديالو جوج بيضات، وكيجي عائلي وما كيلصقش وما كي زعما الكاليتي ديالو زوينه. واخا 30 درهم ولكن الكاليتي ديالو زوينه، حيت كنت انا شحال هذا خديت المول الطويل من بيم شي 3 سنين دابا هو عندي صدق ليا زوين. المهم هنايا خديت البيض درت معاه السكر سنيده وغادي ندير معاه فاني. غادي نخلط الكل ومن بعد غادي نزيد معاهم الحليب والزيت والدقيق، غادي نبدا نضيف تدريجيا. خليكم معايا. هنايا بعد ما انسجم ليا البيض مع السكر سنيده كنضيف الزيت وغادي نضيف الحليب مستمر في الخلط، ومن بعد غادي نبدا كنضيف الدقيق تدريجيا. بالنسبه للدقيق البنات كتعرفوا دائما كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق، كاين اللي كيشرب كاين اللي لا، وعلى حسب النوعيه ديال البيض، الحجم ديال البيض عفوا، حيت كاين البيض اللي تيكون كبير كاين البيض اللي تيكون صغير. المهم نتوما عينكم ميزانكم. غادي نبدا كنضيف الدقيق. هنايا انايا هادي راه تقريبا دوك جوج كيسان ديال الدقيق، بقات ليا منهم شي جوج معالق هما اللي بقاو ليا. صافي غادي نخلط الدقيق مزيان مع البيض وسنيده والزيت، وغادي نضيف الخميره. صافي ها هو الخليط كما كتشوفوا كيكون على هذا الشكل هذا، ما ثقيل ما خفيف. وهنايا كما كتلاحظوا معايا راه 2 معالق اللي شاطوا ليا. دهنت المول بالزيت ورشيته بالدقيق. غادي ندير الكيكه ديالي في الفران طيب. انا دائما الفران كنخليه بارد، ما كنسخنوش من قبل باش يلاه ما حد هو كيسخن والكيكه كتطلع باش كتجي زوينه. نديروا الكيكه في الفران طيب. على ما طيب ندوزو باش نوجدوا الكريمه. بالنسبة للكريمة غادي نحتاج هنايا نص ديال الحليب، غادي نحتاج 3 المعالق كبار ديال الكريم باتيسير، وغادي نحتاج 2 معالق كبار ديال السكر سنيده. دائما السكر كيبقى على حسب الذوق ديالكم. غادي نحتاج واحد دانون بنكهة الفاني. غادي نحتاج هنايا ديسير ديال الكراميل وديال الشوكولا، هادو غير باش غنزين بهم في الاخر. هنا في كاسرونه خديت الحليب. بالنسبه للحليب البنات انا خديت نص سيترو، درت منه كاس مع مرش في الكيكه، واللي بقى هو اللي غادي نديرو في الكريمه. غادي ندير الحليب مع سكر سنيده وكريم باتيسير فوق البوطه حتى يعقد ليا الخليط. هنا هي الكيكه ديالي بعد ما طابت وتحمرات، كتجي صراحه هشيشه وزوينه. دابا غادي نحيدها من المول وغادي نحطها في الطبسيل اللي غادي نقدمها فيه. هنايا البنات يمكن لكم تسقيوها بالسيرو ديال الليمون ولا ديال الحامض. انا صراحه ما كنسقيهاش اصلا، كتجي خفيفه ومع ديك الكريمه كتجي مفزكاها. صافي هنايا الكيكه ديالي ها هي كما كتلاحظوا خرجتها من الفران ووجدات ليا، والكريمه حتى هي راها عقادت فوق البوطه. غادي نزيد مع الكريمه واحد دانون بنكهه ديال الفاني. هاد الدانون حتى هو كيعطي واحد اللوغو زوين في هاد الكريمه، كما يمكن لكم تستغناو عليه نتوما، كيبقى لكم الاختيار، ولكن صراحه كيجي زوين. صافي غادي نخلط الدانون مزيان مع الكريمه حتى ينسجم ليا، وغادي نخويه وسط ديك الكيكه. غادي نخليها حتى الكريمه شويه تشد راسها وتبرد، وعاد غادي ندوزو للتزيين.
صافي هنايا غادي ندوز باش غادي نزين الكيكة ديالي. خديت أنايا هنايا ديسير ديال الكراميل وديسير ديال الشوكولا. كيما يمكن لكم تخليوه هكا، يمكن لكم تزينوا بطريفات ديال الحامض أولا ديروا فوق منها كاوكاو مهرمش. المهم دائما التزيين كيبقى على حسب الرغبة ديالكم. أنا فضلت أنني نزينها دانون ديال الكراميل وشوكولا كيما قلت لكم. صافي غادي نبقى كندير خطوط بديسير ديال الكراميل، من بعد غادي ندير خطوط أخرين بالديسير ديال الشوكولا. غادي نحاول ندير ليها التزيين ديال ميلفاي، خليكم معايا. صافي كيما كتلاحظوا هنايا خديت واحد الكوردون وبديت كندير خطوط هكا باش نحصل على داك الشكل بحال ميلفاي. المهم تزيّن نتوما تفنوا فيه كيما بغيتوا. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكة اللي حضرت معكم اليوم. صدقوني كتجي لذيذة بزاف وكتجي ساهلة اقتصادية كما لاحظتوا معايا، ما كتحتاجش مقادير بزاف. كنتمنى انكم تجربوها، وكنقول لكم الا عجبتكم الوصفة ديال اليوم ما تبخلوش عليا بلي لايك. كنقول لكم شكرا لكم بزاف على المتابعة، والى فيديو قادم بحول الله.